السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله قاعد تكونوا مليح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم خبز التوست بطريقه سهله وناجح 100% ويجي بزاف بنين. اعتمدوه كلونجه لولادكم. كما راكم تشوفوا هنايا عندي 4 كيلات تاع الفارينه. تقدروا ديروه بالفارينه الكامله، انا درته بالفارينه العاديه. نزيدوا هنايا مغرفه كبيره تاع الخميره تاع الخبز، شويه تاع الملح تانيك حسب الذوق. نزيدو تانيك مغرفة كبيرة تاع المارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة كيما راكم تشوفوا. كي نديروه بالمارغرين يجي خير من اللي نديروه بالزيت. ونزيدو مغرفة كبيرة تاع العسل تانيك. العسل يعطي واحد البنة، خير نديروه بالسكر. فوالا كيما راكم تشوفوا. ودوك نخلطوهم قاعيتك هاد المكونات. كيما راكم تشوفوا نخلطوهم قاعيتك مليح. الماء لازم يكون دافي، انا درت كاس ونص، مي يغلبني شويه هذاك الماء باسكو الفارينه تاعي ما تشربش. نتوما ديروا كاس الاول ومن بعد هذاك النص زيدوه غير بشويه على حسب الفارينه اللي عندكم. الا كانت ما تشربش توسوا غير بشويه، واذا كانت تشرب راكم تكملوا هذاك الكاس ونص. وكيما قلت لكم الماء لازم يكون دافي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا راني درت الماء. في هذه المرحله نلمو برك العجينه. راكو تشوفوا هنايا كيفاش راهي تتلاصق. هنا انا زدت لها شويه فارينه باش نلحق للقوام اللي انا راني حباته. لازم تكون العجينه طريه ماشي هذيك اللي يابسه. ودوك تشوفوا هكايا كيما راكو تشوفوا هنايا. هنا راني نعجن فيها غير شويه، واحد 2 دقائق برك، ونزيد لها شويه تاع الفارينه نعاون بها روحي. هنا كيما راكو تشوفوا مازالها تتلاصق، بشويه نزيد لها الفارينه. هاي ليك نخلوها شويه تتلاصق هكايا. دوك نجيب هذاك اللي عجنت فيه وندير فيه شويه تاع الفارينه ونحطها ونخليها باش تخمر. وكي نخليها تتخمر نغطيها بالساشي، نخليوها واحد نص ساعه هكاك حتى لساعه باش تخمر لنا مليح. كيما راكم تشوفوا هنايا ما شاء الله الله يبارك خمرت لنا تري بيان. نعاون روحي بالفارينه ونفتحها هكايا مليح. شوفوا برك الطريقه، الفيديو هو يوضح لكم كلش. نديرها هكا على شكل مستطيل كيما راكم تشوفوا. لاخاطش حنروليها هكا نسقمها مليح ومن بعد نبدا نرولي فيها، نخرجوا كاع هذاك النفس اللي فيها. شوفوا كيفاش الطريقه. المول ديالي كنت دهنته، والمول لازم يكون مستطيل باش يخرج لنا هذاك الخبز كيما الشكل اللي موالفين نشروه. كل ما ندور كيما راكم تشوفوا نخرج لها هذاك النفس اللي فيها من الداخل. فوالا كيما راكم تشوفوا هاي ليك نحطها ديريكت في هذاك المول اللي يكون مدهون بالزيت، ونقعد هكاك نسقمها ونعبزها مليح مليح لداخل. وهنا نخلوها تخمر للمره الثانيه. كي تخمر نشعلوا الفور تاعنا على درجه حراره 180 درجه. تانيك نعاودو نغطوها بالساشي باش تخمر.
كيما هنا كنت تشوفوا الله يبارك ما شاء الله خمرت مليح. هنا نجي ندهنها بالماء برك هكا بالبانسو، والفوق ديروا لها واش حبيتوا. انا درت لها الجنجلان، تعرفوا الجنجلان فيه فوائد والكالسيوم، تسمى مليح لولادنا ولينا. ونحطها طيب كما قلت لكم على 180 درجه. كي طيبنا هذا الخبز يجينا شغل يابس من الفوق، ما تخافوش نديروه في ساشي ونغطيوه ويولي وحده طري. هذه هي لاستيش تاعنا. كيما راكم تشوفوا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. راهو طاب لنا وطاب ما شاء الله، تحمر هكا مليح. دوك نحيه من المول، نخليه شويه يبرد ونحطوه في ساشي. فوالا كيما راكم تشوفوا، شوفوا الله يبارك شحال طلع. وكي يبرد لنا نقطعوه بالموس. انا هنايا تقلقت كان سخون وقطعته، نتوما من الاحسن خلوه حتى يبرد باش تقطعوه. شاهدكم في الجنه ان شاء الله حباباتي. ماذا بيا تجربوه وتكتبوا لي في لي كومونتير ولا عجبكم، وما تنساوش ديروا ابوني وجيم لا فيديو لا عجبتكم. مع السلامه.